أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجلة مغرب اليوم الجديد. هذه المجلة التي ندافع فيها عن قضايانا الوطنية وندافع فيها عن بلدنا، ندافع فيها ونحلل فيها بكل عمق وبكل عقلانية القضايا والإشكالات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة ببلدنا. طبعا في الحلقه ديال هذا اليوم بغيت نناقش معكم ونتكلم معكم في واحد الموضوع دقيق ودقيق جدا، بحكم انني تابعته وتابعت فيه عدد من اللقاءات وعدد من الخيوط المتحركه من الخلف باش نوصل الى واحد الاستنتاج اللي وصلت له الان، وهو الحديث على الدور الإيراني في المنطقة والدور الذي تلعبه الجزائر لتوريط إيران في المنطقة وللتوريط حتى موريتانيا في المنطقة وفي الصراع الدائر بين المغرب وبين الجزائر، أو بين المغرب وبين القوى الانفصالية المدعومة من قبل النظام الجزائري. وما لقيتش زعما صعوبة كبيرة في تتبع هذه الخيوط، خصوصا الخيوط اللي تتربط ما بين ثلاثة ديال الأطراف كما غادي نشوفوا، اللي هي إيران والجزائر وفرنسا، واللي هي أطراف ثلاثة اللي من مصلحتها اليوم اتحدت مصلحتها اليوم على زعزعة استقرار المغرب وعلى استهداف المغرب. وغني تتبعوا معايا دابا كيفاش هاد الخيوط جات بالتواريخ الدقيقة اللي تعرفنا على نوع التحركات اللي كاينه في المنطقة بين هذه الدول الثلاث. رجعوا معايا الى بغيتوا لتاريخ 8 يناير من هذا العام. 8 يناير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غادي يوجه دعوة لتبون لزيارة إيران، لزيارة طهران. في نفس الوقت وزير الخارجية الجزائري العمامرة غادي يوجه دعوة الأمير لهيان وزير الخارجية ديال إيران لزيارة الجزائر. لاحظ معايا تبادل الزيارات ما بين الجزائر وإيران. قبل ذلك بقليل في ديسمبر 2022، 18 ديسمبر 2022، في البحر الميت في القمة ديال بغداد جوج، قمة دول جوار العراق، ماكرون غيلتقي مع أمير عبد اللهيان غير في ديسمبر 2022. في فبراير 2022 قبل منها طبون التقى برئيسي في الدوحة في قمة الدول المصدرة للطاقة. إذا كما لاحظتوا أنه كاين نوع من السيركل، واحد الدائرة، إيران، الجزائر، فرنسا. وفي نفس الوقت المغرب تيفتح العلاقات ديالو مع العراق، وغادي نرجعوا لهذا الموضوع في فيديو مستقل. ولكن اللي تيهمنا في الفيديو ديال اليوم كيفاش أن الجزائر تطور بشكل كبير جدا علاقتها مع إيران، بحكم أنه عرفنا العلاقات مع إيران علاقات متدهورة منذ 2018. تم قطع العلاقات بين المغرب وإيران بعد أن أثبت المغرب أن إيران تدعم الجبهة الانفصالية. فالجزائر أي عدو للمغرب، أي واحد عنده مشكل مع المغرب، خصها تربط به علاقة. ولكن باش ما تبانش الجزائر أمام الغرب أنها بوحدها اللي عندها علاقة مع إيران، تنعرفوا الموقف الغربي على الأقل الموقف الظاهري، وخا كاينة أمور أخرى، على الأقل الموقف الظاهري أن إيران ضد الغرب، فتحاول إقحام موريتانيا باش تكون ضد المغرب. مع العلم أن موريتانيا تنعرفوها رغم كل ما وقع، رغم المحاولات اللي دارت مع الجزائر وخلاتها تعترف بالجبهه الانفصاليه في 79، وشفنا لما كان محمد بن عبد العزيز في الرئاسه والدعم ديالو الجبهه الانفصاليه. ولكن راه شفنا كيفاش ان النخبه الموريتانيه رفضت محمد بن عبد العزيز. ومن بين الامور اللي رفضته عليها موقفه من المغرب، لان الموريتانيه دائما تحرص على ان علاقتها تبقى جيده مع المغرب. راه شفنا الجزائر اتهمت المغرب بانه قام بعمليات عسكريه في الاراضي الموريتانيه، ومع ذلك موريتانيا والو ما بغاتش، تحرص عندها علاقات مع الجبهه الانفصاليه، ولكن ما عمرها وظفتها لاستهداف المغرب، او شفنا دعم مباشر من موريتانيا للمغرب.
فشنو دارت دير الجزائر؟ علاش الجزائر تصر على ان ايران تجي لموريتانيا؟ باش ما تبقاش وحيده امام الغرب، ولاننا عارفين ان ايران اليوم هي موجوده. ايران اليوم هي موجوده في المنطقه، موجوده في الساحل والصحراء، موجوده في غرب افريقيا، عصابات منظمه، تبييض اموال، جريمه منظمه، الارهاب. فحتى الا ايران وقع شي مشكل وتورطات في شي مشكل كبير، ما غاديش يجيو يقولوا للجزائر انت اللي جبتي لنا ايران لتما، تقول لهم لا ماشي انا بوحدي، كل شيء عنده علاقات رسميه مع ايران، ماشي غير انا. ولهذا حتى ايران نفسها تتسعى الى اقامه العلاقات الرسميه مع الدول ديال المنطقه. احنا عارفين انه في منطقه الساحل والصحراء كاين تشيع، كاين ايران تتلعب بكل قوه. الميليشيات ديال بوليزاريو تما، شنو خدمت ميليشيات بوليزاريو تما؟ هي بغيتي اي عمليه، بغيتي اي حاجه تخدمها لك. ولهذا الجزائر تريد ادخال عناصر جديده، وعلى راسها ايران طبعا، بحال باغا تقول زعما المغرب انتم تتقواو باسرائيل ومشيتوا درتوا دوله، مشيتوا درتوا علاقات مع اسرائيل، انا غادي نجيب لكم ايران العدو بين قوسين، تنأكد العدو الظاهري لاسرائيل. ولكن الجزائر باش ما تبقاش تبان بوحدها، اشنو تدير؟ تتحاول انها تورط معها دول اخرى. اذا كما قلت موريتانيا هي عندها رغبه في انها تدير علاقه مع ايران، ولكن دون المس بالمغرب، لانها ايران موريتانيا هي عندها حساباتها، هي باغا دير علاقه مع مجموعه ديال الدول. ايران كلاعب قوي في المعترك الدولي، طبيعي موريتانيا غادي تبغي دير معها علاقه، ولكن ما تبغيش تمس بالمغرب. الجزائر لا، الجزائر هي تصر على اقحامها في هذه العلاقه باش ما تبقاش هي وحيده في قضيه ادخال ايران الى المنطقه. ولكن العجيب ان فرنسا هي ايضا تتلعب دور ما بين اسرائيل وما بين ايران. لان خليكم من الشعارات وان فرنسا عندها، الغرب عنده مشكل مع ايران، الدول الغربيه اغلبها عنده علاقه مع ايران. الحجم ديال المبادلات التجاريه ما بين ايران واوروبا وايران والمانيا مثلا بالخصوص رقم كبير وكبير جدا. ولذلك فرنسا حتى هي تساعد على التواجد الايراني الرسمي. علاش نقول رسمي؟ لان ايران ديجا موجوده، ايران موجوده في المنطقه، عصابات كما قلت، تشيع عقدي، تجاره طبعا، تجاره محظوره، الحركات المتطرفه اللي موجوده في المنطقه ايضا تساندها ايران، العصابات ديال المخدرات، الميليشيات. ولكن تحتاج الى اقامه علاقات رسميه مع دول المنطقه، لان خصها تلعب هنا وتلعب هنايا. ولذلك تتلقاها موجوده في دعم عدد من الفصائل، في دعم عدد من الاتجاهات، لاحيانا اتجاهات متناقضه، تتلقى بجوجهم تدعمهم ايران وتدعمهم عناصر من حزب الله، وتيجيو الناس من حزب الله انهم تيجيو ناس من حزب الله من اجل انهم يدربوهم. ولكن كما قلت الاشكال هو ان فرنسا اليوم تدعم